طيب، هذه خريطة سوريا واضحة. هذه المناطق هي تم تحريرها. هذا الفرات، هذه كل المناطق اللي مشي عليها أنا، هذه كلها الثلث السورية، هذه كلها محررة من قبل الكتائب، من قبل الثوار يعني، من قبل الثوار، من قبل المجاهدين. كل هذه المنطقة. باقي هناك جيوب للجيش، للنظام المحتل. هذه عندنا لواء، وعندنا بدير الزور ومطار وكتيبة، وعندنا هنا مطار، وعندنا هنا كذلك باقي في المنطقة كلها ما يقارب من 6 يعني 7 مواقع للعدو. هذا الأحمر هو للعدو، والباقي كله محرر قبل دخول داعش وقبل إعلان الدولة. من الذي حرر؟ المجاهدون. طيب، دخلت داعش من العراق، من هنا دخلت، استقبلها الناس أهلا وسهلا ومرحبا، دخلوا على أنهم مجاهدون. طيب، لما رأوا هذه المناطق خالية ومحررة، وطبعا الكتائب عاقلة جدا، ما قامت دولة، لأن الآن إقامة الدولة يعني سيكون منه تقسيم، سيكون منه بلاء، وسيكون منه مشاكل كبيرة داخلية ومحلية ودولية. فتركوا هذه المناطق تحت إدارات محلية وإدارات شرعية حتى يتم تحرير سوريا. كثير من الإخوة حتى من مصر سألوني اليوم، ما هم عارفين القصة. فرح هؤلاء الذين جاءوا، معظمهم من العراق، ومعظمهم كذلك كثير منهم من غير العراق جاءوا، ثم أعلنوا دولتهم. طيب، هل أنتم الذين حررتم هذه الأرض؟ يا ريت إنهم اكتفوا بإعلان الدولة، يا ريتهم اكتفوا، ثم اتهموا الذين حرروا هذه المنطقة كلها من العصابات، العصابات النظام، اتهموهم أنهم صح من الصحوات. يعني معنى الصحوات أي ضد الجهاد، ضد المجاهدين، ضد الشعب السوري. كان صدمة كبيرة. أنتم جئتم إلى بلادنا بعد أن حررناها ثم تقولون نحن خونة. قلت لهم أنا اصبروا عليهم، أقاموا دولة، قلنا اصبروا عليهم حتى لا يجري شيء، لا يحصل شيء. قد اتهموهم أنهم صحوات وخونة، قلت اصبر. درجة ثالثة قالوا أنتم كفار مرتدون. داعش تقول للكتائب الإسلامية وللناس أنتم كفار مرتدون. الدرجة الثالثة قلنا لهم اصبروا، لعل عندهم قلة علم، لا عندهم. قالوا لابد الرابعة من قتلكم لأنكم مرتدون. قلت لهم طيب سنتوب، وأرسلت لهم وفد وكلموهم في حلب، وكلموهم في الدير، وكلموهم في إدلب، وكلموهم في حماة إنه نحن مرتدون، لكن علمونا كيف ندخل الإسلام. قال إما القتل وإما الدخول في الدولة. ثم قلنا تصبرون، وكان كثير من الكتائب تلومني، أقول لا بد من الصبر. ثم شرعوا بخطف خيار الناس من الضباط ومن المجاهدين ومن قادة الكتائب، من قادة الكتائب، يخطفونهم ثم يقتلونهم. والقصة تعرفونها، بدأت يا أخي محكمة، نطالب محكمة، نريد محكمة، نحاكم، أعطونا. ثم ظهرت حقيقتهم عندما خرجوا عن ولي أمرهم في القاعدة اللي هو الظواهري، خرجوا
وبدأوا يستقلون بكل هذه الأفعال. ولما عندهم لنا خطاب، في خطاب نشأوا لما طلبنا التحكيم للشرع قال لا نتحاكم إلا بعد أن تكفروا الدول والحكومات وكذا، واشترطوا شروطا ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذا يا إخوان يهون، كل هذا يهون إلى هذه الأزرق هي كتائب داعش إذا كانت ترى أمامكم، هذه الأحمر هي كتائب النظام. هنا 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 انتقلت داعش من الرقة هنا ومن الباب هنا 800 كيلو لتذهب إلى الموصل وتحدث هذه الضجة الإعلامية دون أن يمسها النظام بشيء أو تمس النظام بشيء. هذا أنا سؤال أريد أن أسأله لخليفة المؤمنين، هل من الناحية العسكرية الله أنا قاتل الذين يلونكم من الكفار، لماذا تخالف القرآن؟ لماذا لم وكتائبك هنا حول 4-5 كتائب لهم في الرقة، وما يزال هناك موقع، وفي عين عيشة موقع، وهناك في موقع، وهناك كويرش مطار كويرش ومطار طبقة ومطار دير الزور. تركوا كل هذا وذهبوا إلى الموصل. ما معنى هذا؟ 800 كيلو مشوا، لم تتعرض لهم طائرة واحدة من قبل النظام، لم يتعرض لهم صاروخ واحد من قبل النظام. طيب، فإن قال قائل هذا غير صحيح، نقول لهم لماذا لم تحرروا هذه المناطق حتى تسلم للناس قبل أن تذهبوا إلى هناك؟ ثم فوجئنا بعد الموصل أتوا هنا الموصل أتوا بهجمة شرسة. يا إخوان كالنظام، فالناس لا تعرف هذا، تقصف حتى المدنيين، تقصف حتى المدنيين تقصفهم. ثم هجموا على الكتائب التي في هذه المنطقة وفي بوكمال، وبدأوا بها قتلا وذبحا وخداعا، وخداع ما بدي يتكلم يضيع الوقت، قتل. ووصلوا إلى درجة مدينة إشحيل ومن حولها 50,000 صوروا نساء وأطفال كلهم أخرجوهم إلى الصحراء بعد صلاة الجمعة. والله ما فعل هذا لا يهود ولا شيوعيون ولا أنجز خلق الله، فعلوا هذا نساء. نريكم الآن نساء أطفال أمروهم خروج من الشحيل. أنا أعلم لماذا، لأن الشحيل من أوائل البلدات التي خرجت في وجه النظام، فأرادوا أن يعاقبونهم. ليش؟ طيب الشحيل عنده مجاهدين، لأن أكثر القرى هناك مع شعيطات مع كذا أكثر. لماذا؟ أي ذنب للأطفال؟ أنا أريد من هذا الخليفة لا أسيء الأدب معه، أقول أين دليله الشرعي على إخراج النساء والأطفال؟ النساء والأطفال نعم أنا أعرف الدليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج بني قريظة. لاحظوا، لأنه يرانا أنجس من اليهود. أعرف أنا عقيدة الخوارج، لكن أنتم مغفلون، أعني الذين مع داعش، أعرف عقيدتهم. نحن عندهم أنجس من اليهود بكثير جدا، وبالتالي نحن مرتدون، فقتالنا أولى من قتال النصيريين الذين عندهم كفر عصري. هكذا هم صرحوا بهذا أصلا شيء. أيوة صرحنا سنؤتيهم. الآن لاحظوا، دخلوا على دير الزور فعثوا في ولا قربوا على النظام. لهم الآن 10 أيام يذبحون بالكتائب الإسلامية، لأنه كان شوي في استرخاء عندهم الإخوة بسبب أن بلادهم حررت ورجعت الناس إلى زراعتها وتجارتها وتعليمها والمدارس، والكتائب جالسة استعدادا لأي هجوم من العدو، وإذا بهم تغدر بهم من خلفهم ويفعلون هذا الفعل. لاحظوا، والآن يرسم خطة. ثم طردوا إخواننا من حول المطار. لاحظوا هذا المطار، طردوهم وطوقوهم المطار، ثم
كان محاصر المطار، ثم صارت الطائرات السورية تأتي بالطعام وتخرج في مطار هنا، ومطار كويرش كذلك كان الشباب محاصرين الثوار طردوهم وحاصروا، وصار الآن الطعام والغذاء حتى دخلت قناة المنار إلى إحدى المواقع في حلب، وصورت بعد احتلال داعش للمنطقة. أنا عندي أسئلة أيها الخليفة، أنا رجل، أما إذا كنت أنت طاغوت جديد شيء آخر. نحن نعلم الخليفة يوقف على المنبر ويجيب عن الأسئلة. طيب أجاب عمر الخطاب. هناك نقطة أخرى، تحاول داعش الآن، وهذا خطير جدا، لاحظوا، أن تنتشر هنا لتقطع الإمداد عن دمشق وعن الغوطة للمجاهدين. هذا خطير جدا، لأن الإخوة من تركيا يأتون بالرز والسكر، يأتون من هذه الطرق الصحراوية نوعا ما إلى الغوطة. حدثوني الكتائب أنه صارت الآن كل حواجز ذبح بالناس اللي يحركون دعم الثوار دعون. صارت الآن الحواجز يمسكون على أنك مرتد، يمسكون الإنسان وهم لابسين لباس الكتائب الإسلامية، يقولوا له للإنسان يمر أنت مدني، أنت مع الكتائب ولا مدني؟ فهو يفرح فيقول أنا مع الكتائب، فيمسكونه فيذبحونه. قال لي شخص إن الذبح ذبح واحد لئيم يمسكه بالسكين، يلا كان عم يذبح خراف. أي خلافة هذه؟ فنحن نريد أن نسأل الخليفة عن العشرة أسئلة، أنك تيجي تحاصر وتقطع الإمداد عن الغوطة، وهنا كتائب الحمراء إذا ظهرت، هذه الحمراء الكتائب إذا ظهرت كلها أغمق، هذه عمل زوم شو بسموا تكبير، ما يسمعني هذا بيعمل ايه ايوه هذه ايوه هذه الزرقاء هذه كلها يريدون قطع الطريق على هذا. طيب هون ويمرون على حواجز النظام ولا يتعرض لهم. هناك السؤال الذي لا يفهم، لماذا لم يرمى عليهم بالبراميل التي ترمى على المجاهدين والمدنيين؟ المسألة إذا لدينا أسئلة مهمة جدا. كيف سقطت؟ اصبر انت وياه ايش عشان الوقت بس يا شيخ. هاي هنا حلب كيف سقطت المنطقة الصناعية؟ تعاون النظام مع داعش على المجيء للجيش الحر من الخلف. شوف هنا الكتائب هذه الخضراء، كبرها اذا انت، هذه كبرها. ايوه هي كبر. ايوه كمان كبر. ايوه شوف هنا الثوار في حلب، هي الاخضر، يحاصرون النظام في 3-4 مواقع، وهنا يحاصرون مطار اسمه مطار كويرش. هنا ريف حلب. هذا ريف حلب. جميل. لاحظوا الكتائب الخضراء محاصرة، الحمراء هي النظام. جاءت داعش تضرب الكتائب لتفتح الحصار على النظام، وأدى بذلك إلى احتلال المنطقة الصناعية في حلب.